في فرح اتحول لجنازة، وعريس بدل ما يفتح بيت قفل حياة كاملة قبل ما تبدأ. عروس المنوفية، ليه حصل كده وليه بنشوف نفس السيناريو بيتكرر؟ قبل ما تحكم اسمع القصة من أولها، لأن اللي حصل مش طبيعي. القصة من أويسنا في المنوفية. عروس اسمها كريمة محمد عندها 20 سنة، بعد حوالي 4 شهور من الجواز اتوفت داخل بيت الزوجية. التقارير قالت إن الطب الشرعي قال إن الوفاة نتيجة اعتداء عنيف، والنيابة بتكمل التحقيقات والإجراءات. الصدمة مش بس في الواقع، الصدمة إن ده مش استثناء. في كفر الشيخ في نوفمبر اللي فات عروسة ماتت بعد 31 يوم جواز. وفي أسيوط قضية عريس يوم الصباحية وصلت لتأييد حكم الإعدام. ليه ده بيحصل؟ لأن العنف الأسري ساعات بيتشاف خلاف طبيعي لحد ما يبقى كارثة. في تقارير بتوثق آلاف وقائع عنف ضد النساء في سنة واحدة، كتير منها جوه البيت. ومع ثقافة التملك والضعف النفسي والاقتصادي وضعف الحماية المبكرة، الخلافات بتتصاعد. اللي لازم نفهمه إن الضرب مش تربية، والتهديد مش غيرة، وأول علامة عنف لازم توقفنا. ولو في خطر أو تهديد، في جهات دعم كتير ممكن تساعدك، زي مكتب شكاوي المرأة للمشورة القانونية والاجتماعية. شاركونا برأيكم في الكومنتس وقولوا لنا ايه سبب سلسلة العنف اللي بتوصل للقتل في الخلافات الزوجية، وهل ده مبرر، وازاي نقدر نحلها؟